السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة. معاكم امل من مطبخ امل الشيخ. النهارده ان شاء الله نعمل فراخ مشويه زي ما انتم شايفين كده، شكلها تحفه في منتهى الجمال، وتتبيله بقى ملهاش حل، جميله جدا. ان شاء الله لما تجربوها تعجبكم جدا باذن الله. شايفين شكل الفراخ المشويه؟ جميله جدا. هنعملها بطريقه مختلفه جدا خالص، طريقه كده جديده ان شاء الله تعجبكم. يلا نخش نشوف يا حبيبي هنعمل الفراخ المشويه دي ازاي. اول حاجه دلوقتي انا معايا فرخه. حاولت كده على قد ما اقدر ان انا اشيل منها العظم. يعني مثلا الصدر كده شلت العظم اللي فيه، العظمه اللي هي بتبقى ورا دي شلتها كده، بحيث اللي هي تبقى لما تيجي تستوي كده ما يبقاش فيها دم، والطريقه دي كويسه جدا. واللي وراك نفس النظام برضك، شلت منها حاولت شلت منها العظميه الطويله ديت والعظمه القصيره زي ما انتم شايفين كده. كل ما تخليها كده بتبقى افضل واحسن، وبتدي طعم معاكي احلى، ومبيبقاش فيها عظم كده، بتبقى حلوه قوي. جربوها بس بالطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. تعالوا بقى نشوف الطاول بتاعتنا عباره عن ايه. اول حاجه خالص معايا هنا ملح زي ما انتم شايفين، وفلفل اسمر وجنزبيل وسبع بهارات وتوم بودره وبصل بودره وحبهان قرفه صغننه كده، قطعه صغيره وورق. ايوه هي دي بس، هي البهارات بتاعتي كفايه قوي كده. هي كده 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 الفراخ المشويه ما بتعوز بهارات كتير، هي بتبقى طعمها حلو. ماشي زي ما انتم شايفين البهارات كده. معانا طماطميه كده وفصين من الثوم ونص ليمونه وقرن شطه حراق. ومعايا هنا بصلايه مبشوره والميه بتاعه البصل. ومعايا هنا علبه زبادي. زي ما انتم شايفين كده المكونات بتاعتنا بتاعه الفراخ المشويه. انت بس حطي الحاجات اللي انا حطاها كده وهتلاقي طعم ملوش، يعني مش قادره اقول لكم طعمها جميل جدا. ديت اجمل تتبيله للفراخ المشويه، مش هتلاقوا بعد كده يعني احسن من التتبيله دي. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، هي دي بس معانا الحاجات بتاعتنا دي، التتبيله بتاعتنا كده. هاخد الطماطمايه ديت والفصين الثوم والليمونه والقرن الشطه الحراق افرمهم. دول بس اللي هفرمهم وارجع لكم تاني يا حبايبي. ورجعت تاني بعد ما فرمتهم بقى زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى انزل عليها بقى بالبصله المبشوره كده زي ما انتم شايفين. انا فرمتهم كويس، يعني مش كويس او عادي، يعني مش شرط تفرموهم جدا يعني. انزل عليها بالبصله، وبعد كده هنزل عليها بميه البصل. ميه البصل لازم تحطيها ضروري، ما ترميهاش لما تبشر البصلايه وكده، هي اللي بتدي طعم حلو جدا. وانزل بقى بالبهارات بتاعتي. التتبيله دي لذيذه جدا، تخلي طعم الفراخ مش قادره اقول لكم حلو جدا. دي اجمل تتبيله للفراخ المشويه. وحطيت كده علبه الزبادي بتاعته، وهبتدي بقى ان نقلب كويس. اهم حاجه الخطوه دي، كل ما تنقل الفراخ اكتر هنحط شويه خل كمان، بحيث اللي هي الخل بيبقى حلو في المشوي وكده، وتساعد على السوا شويه. لما تيجي تشوي فراخ تبليها قبلها بيوم، كل ما تتبليها قبلها بيوم كل ما يكون افضل. بتدي طعم حلو معاكي وبتستوي على طول وبتدي نتيجه حلوه. عايزه تتبليها قبلها مثلا ب5 ساعات ولا حاجه، عادي مفيش مشاكل. لكن ما تتبليهاش قبلها بساعه ولا حاجه وبعد كده تعمليها، لا يعني بتبقى حلوه بس ما بتبقاش شاربه قوي من الطعم أوي. بصوا كده نزلت بالفراخ. بقيت كل حته كده في الفرق في النايب اتبلها كده زي ما انتم شايفين. يحاولوا بجد لما تيجي تعملي الفراخ المشويه تخلوا منها العظم كده زي ما انتم شايفين كده. يعني بصراحه مش قادره، كانت جميله جدا. واللي وراكي وكده انت ممكن تخليها في البيت، مش شرط الفراخ يعملها لك، لا انت في البيت اعمليها. حاولي كده يعني، اقعدي كده بالراحه وسمي الله واعمليها، تطلع منك بكل سهوله. بتبلها كده زي ما انتم شايفين. وانا عملتها بالليل، يعني عملتها قبلها بيوم، بحيث اللي هي تشرب من الطعم وكده عشان تبقى طعمها حلو. وعندي الكبده والقناصه برضو بحب اشويهم، بيبقوا طعمهم جميل جدا. حطيتهم كده واقلب بقى كويس خالص. هشويها النهارده معاكم بطريقه مختلفه خالص، طريقه ممكن مش عارفه اكون حد عملها ولا بس مش قادره اقول لكم. الفراخ كده ولا تنحرق. انتوا شايفين لونها في اول الفيديو عامله ازاي؟ لونها رهيب. هتشوفوا السر بقى اللي احنا هنحطه دلوقتي. تبلتها كده ودخلتها التلاجة، وبعد يوم هطلع اجيلكوا تاني كده. احنا قعدنا يوم ورجعت لكم تاني. معايا الشبكه زي ما انتم شايفين كده، اللي انا هحط فيها الفراخ المشويه. بصوا بقى يا ست انت وهي، انا دلوقتي عملت الطريقه اللي انا عاملها. جبت قطعتين كده من الورق الفويل هحطهم بين الفراخ، بحيث ان الفراخ ما تنحرقش معاكي على طول اول ما تحطيها، وفي نفس الوقت ما تاخدش الدخان اللي هو بتاع الفحم ده. الدخان ده بيبقى غلط شويه. فاحنا حطيت كده الورقه واحط عليها الفراخ بتاعتي. ده بقى السر اللي عايزه اعرفه لكم. وشوفوا كده طريقه تجربوها بيها كده، وشوفوا الطريقه تبقى عامله ازاي. انا لما جربتها طلعت جميله جدا، والفراخ كده يعتبر استوت.
ولما بتيجي خلاص تستوي اروح شايله الورق بقى ومحمروها. يا رب كده الطريقه تعجبكم، وان شاء الله تبقى ايه عند حسن ظنكم كده في اي حاجه انتوا عايزينها، ان شاء الله تجربوها تلاقوها حلوه باذن الله. برص الفراخ كده زي ما انتم شايفين. حاولي كده هنقربهم جنب بعض كده عشان يعني يستووا على طول وكده. واحط كده ورقه الفويل التانية كده، انا حطيتهم كده مع بعض كده، واحط ورقه الفويل دي، وهقفل بس حاجه بسيطه كده من الجناب، وبعد كده هقفل الشبكه بتاعتي بقى ونطلع على الفحم بقى نشوف اخباره الفحم يولع ولا بس كده. كده انا قفلتها زي ما انتم شايفين كده. الورق الفويل ده هيساعد الفراخ اللي هي تستوي وحلو على طول كويس. انا حطيتها كده على الشوايه زي ما انتم شايفين، وولعت الفحم وحطيتها على الشوايه، مفيش اسهل من كده. وبقى بتقلبي برضو زي الفراخ المشويه العاديه، شويه شمال يعني شويه كده وشويه كده، شويه كده وشويه كده، تنيكي قلبي فيها عادي. لما تحسي بعد نص ساعه بالظبط، بعد نص ساعه هتبدي تشيلي الورق ده وتسيبيها تتحمر كده منها لما تبقى استوت بقى خلاص زي ما انتم شايفين دلوقتي كده. انا ببتدي اشيل شايفين كده كده. انا هغرس كده فيها صبعي او شوكه او سكين اي حاجه دلوقتي، واشوف لو هي بدات تغرز معايا هبتدي ان احط اشيل الورق الفويل واحمرها بقى. انا بتلسع كتير قوي من الحاجات دي، حتى ملسوعه في ايديا من قيمه كام يوم كده بسبب الحاجات المشويه دي. هي خلاص كده انا هبتدي ان انا بخليها تاخد لون زي ما انتم شايفين كده، واللون بتاعها كان تحفه جميل جدا، وطعمها ما اقولكوش. التتبيله دي بصوا يعني لو جربتوا التتبيله دي هتحسوا بفرق جامد جدا، جميله قوي. اجمل فراخ مشويه باذن الله يا حبايبي. شايفين اللون الجميل ده؟ خلاص كده. طب الفراخ المشويه بتاعنا جاهز ازاي؟ شايفين شكله ولونه وريحته، مش قادره اقول لكم، كانت قلب البيت كله جميل جدا. جربوه بالطريقه دي ان شاء الله يعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير يا حبايبي، اهم حاجه، واشتركوا في القناه بقى وفعلوا الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد انا بنزله. واسيبكم في رعايه الله يا حبايبي، ومع الف سلامه. ويا رب كده الفراخ المشويه تعجبكم باذن الله. مع السلامه حبايبي.